هيحصل ايه لو قررت انك تبيع لأي ظرف من الظروف عربيتك الكهرباء؟ لو دخلت على اي جروب على السوشيال ميديا للعربيات الكهرباء وقعدت تقرا شوية، هتطلع وانت متخيل ان مفيش عربيات بنزين بتتباع، وان اللي اشترى عربية مش كهرباء ندمان ومش عارف يعمل ايه. العربيات الكهرباء بلا جدال اريح واوفر بكتير جدا من العربيات البنزين. لا وقود ولا أعطال ولا مراكز خدمة ولا دوشة ولا. لكن لما تيجي تبيع، هنا نقف ونثير الجدل. هل سعر إعادة بيع العربيات الكهرباء مناسب؟ أنا إسلام حويلة، وما تنساش اللايك والاشتراك في منصاتنا المختلفة. الحلقة برعاية AJC أوتو، موزع رسمي معتمد لأكثر من 14 علامة في مصر. دايما هتلاقي رأيين ضد بعض. الأول إن العربية الكهرباء زيها زي أي عربية بنزين، ليها زبونها اللي بيدور عليها، وده رأي كل ملاك عربيات الكهرباء والتجار والمستوردين اللي شغالين فيها. الرأي التاني بيقول إن سعر إعادة بيع العربيات الكهرباء سيء جدا، وأسعارها بتنزل الأرض والخسارة بتكون جامدة، ده غير الوقت الطويل عشان تعرف تبيع، وده رأي باقي الناس. بس قبل ما نكمل لازم نعرف حاجة مهمة جدا. كل ملاك العربيات الكهرباء لما تيجي تغير برضه هيشتروا كهرباء. طالما اتعودت على العربية الكهرباء مش هينفع تغير لبنزين. يمكن علشان الموضوع ده محدش اشترى عربية كهرباء وكان في باله إعادة البيع. بس حقيقي لو اضطرته الظروف إنه يبيع هيخسر فيها كتير. ولو افترضنا إنها كملت معاه 5 ل 8 سنين وحب يبيع، هيبيعها بكام؟ هتقولي حسب حالة البطارية. ده صحيح، وهنا مربط الفرس زي ما بيقول. تكنولوجيا البطاريات كل يوم بتتطور، يعني سهل جدا إنك تقدر تغير جزء من البطارية بسعر قليل، وكمان تقدر تغيرها كلها بمدى أكبر وبسعر أقل. بس خد بالك، ممكن يحصل العكس. مع التطور ممكن تلاقي نفسك لا عارف تغير بطاريتك ولا عارف تشتري غيرها من أساسه. الوضع الحالي بيقول إن بيع العربيات الكهرباء المستعملة تقيل جدا وبيخسر فلوس أكتر. ممكن مع انتشار التوكيلات وتقديم الخدمات زي الصيانة والضمان وأي خدمات تانية يتغير الوضع، لكن الوضع بيبقى أسوأ في حالة العربيات الاستيراد، لأن ملهاش وكيل تقدر ترجع له أو ترجع عليه. يعني لو مقرر إنك تشتري عربية كهرباء ملهاش وكيل، لازم تبقى عارف ومتأكد تماما إنك شاري سلعة استهلاكية، مش سلعة تستثمر فيها وتلاقي فلوس لما تبيعها. وبلاش تسمع أي مقارنة بين السوق المصري والسوق الأمريكي أو الأوروبي أو حتى الصين. إعادة البيع مش في حساباتهم زي عندنا. قوانين دول كتير بتمنع استخدام العربية بعد مرور 9 أو 10 سنين من صنعها. طريقتهم مختلفة خالص عننا. الواقع بيقول فعلا إن بيع العربية الكهربائية المستعملة بياخد وقت طويل وبخسارة أكتر من العربيات البنزين. بس مش معنى كده إن العربيات البنزين أفضل.